هايو انيو، ازيكم ملكات الحلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده رجعت لكم بفيديو جديد، وفيديو النهارده هيكون عباره عن هنعمل جدول عملي بسيط لاي فئه عمريه. بس طبعا قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان اول ما ننزل فيديو جديد يوصل لكم. وليتس قبل ما نبدا، ما يعرفنيش، انا مريم من قناه بيو ويز مريومه، قناتك الامثل لحل مشاكلك حرفيا، يعني تمام. محبش اتكلم عن نفسي كتير، ف عايزين نخش في موضوع الفيديو بسرعة. طبعا كتير مننا بيحط جدول كبير كبير جدا ومش بيقدر يمشي عليه لان الوقت مش بيبقى كافي او بيبقى متقطع، فبنستسهل ونقول مش هينفع. بس في الحقيقة بالعكس، الجدول المثالي فعليا هو ان انت جدول بسيط اللي انت بتقدر تستمر عليه وتنتظم عليه. فالنهارده هنعمل جدول لتانية ثانوي، اولى ثانوي، تالتة اعدادي، تانية اعدادي، اولى اعدادي، اي فئة عمرية. ف وتقدروا تغيروا حسب وقتكم لان مفيش جدول كامل، ولكن في جدول عملي. مهم جدا انك تقسمي اليوم لمادتين او 3 مواد وتحددي وقت ثابت، بس ده مش مهم قوي لان المهم الاستمرارية في العمل. حتى لو ما عندكش وقت ثابت فالمهم انت هتذاكري في اي وقت، المهم الاستمرارية. تمام. فيلا نعمل جدول سريع عشان ما عندناش وقت حرفيا، يعني ما عندناش وقت خلاص ان احنا نضيعه. فهجهز الحاجة واجيلكم. بصوا، حاجات بسيطة حرفيا، يعني قلمين بلونين مختلفين لو ما عندكوش قلمين مختلفين، فلو عندكم هايلايتر اكتبوا بالقلم وعلموا مثلا على ايام الاسبوع وكده يعني، وقلم رصاص عشان نسطر سوا نسيب حاجة. المسطرة معرفش دي بتاعت مين بس مش مشكلة، هنستخدمها عادي. واستيكة عشان لو اتلخبطنا. بس طبعا محتاجين ورقة من دي او ورقة من اي كشكول عادي يعني، بس ده اللي انا لقيته كبير. بصوا، هي دي ورقتين، ورقة هنعمل فيها الجدول والتانية هنكتب فيها مواعيد الدروس عشان نحطها هنا، عشان مش كل شوية هنشوط ونرجع نعمل تاني. بصراحة يعني ما عندناش وقت، انا ما عندناش وقت. ف مستعدين؟ جاهزين؟ يلا. انا كده كتبت كل الدروس اللي عليا طول الاسبوع، تمام. فالمفروض بقى هنعمل الجدول وهنحط كل ده في الجدول. طبعا الجزء ده مش هسيبه فاضي يعني، فهنعمل فيه شوية حاجات. طبعا انا هعملها وهبقى اسجل فويس اوفر باللي انا عملته كده يعني. طبعا كنت عايزة اعمل مكان للنوتس وكده علشان لو في مثلا كويز او اي حاجة، عشان انا بنسى بسرعة وطبيعي اكيد يعني معظمكم عارف. فعشان لو يبقى في امتحان وكده فاكتب عشان ما انساش، عشان انا اوريدي علقته قدامي. فعلشان مثلا وانا معديه كده اشوف، ايوه ما انا عندي كويز يوم التلات مثلا، كويز فيزياء او الخميس كيمياء، اي حاجه عموما يعني، اكيد انتوا فاهميني. وحبيت برضو انا اعمل مستطيل واكتب فيه جمله قوم ما تكره لتصل الى ما تحب، لان دي حرفيا اكتر جمله انا بحبها.
وحطيت عارفين الفواصل حطيتها، مش عارفه ليه بس حسيت ان هي شكلها هيبقى حلو يعني. فوالله انا معرفش برضو انا حطاها ليه لحد دلوقتي، بس شكلها كان عاجبني. فده بس يعني اقول لكم بقى ان انا بحبكم بعيدا عن الفيديو يعني، بحبكم قوي. بصوا بقى دي قررت ان انا هحطها عشان تدي شكل كيوت. فبصوا بصوا استنوا، احطها هنا كده، احطها في الجزء ده هنا كده. مش عارفه بصوا الاضاءه تقرف، بس عادي عادي. هحطها هنا، هلزقها واجيلكم. وبس كده، ده كان الشكل النهائي. مش مهم ان انت تعملي نفس الشكل اللي انا عملته، المهم ان انت تعملي بطريقتك انت، لان مش المهم الجدول، المهم انك ما تتكسليش عنه وتذاكري كل يوم، لان المذاكره كل يوم هي اللي ما بتخليش يبقى فيه تراكمات. ان انت لو كسلتي يوم بس، لو تعبانه قوي قوي قوي، انت ممكن تكملي تاني يوم، بس ده في الضروره القصوى. تمام. ف بس كده، ده جدول سهل وبسيط ومرن. المهم انك تستمر عليه وبس كده. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان اجيلكوا كل اسبوع بخطة جديدة للترم التاني. وبس كده، بايو.